هذه القصة مستوحاة من أحداث واقعية، وحفاظا على الخصوصية ديال الناس اللي عاشوها اضطرينا نغيروا الأسماء والأماكن. هذا المحتوى فيه مشاهد قوية، يعني إلا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة كنصحك تاخذ الحيطة والحذر. فرجة ممتعة. وصل الليل، ولكن ديك الليلة ما كانتش بحال أي ليلة، حيت الأحداث اللي غيوقعوا فيها غيخليوك تجلس وتفكر 100 مرة مع راسك واش بصح هادشي كاين. شي حوايج حنا ما عشناهمش وما جربناهمش باش نحكموا عليهم، ولكن كون متأكد أن ناس آخرين دازوا شي مواقف ومن أحداث ما كنسمعوهمش كل مكان ولا أي زمان. الليلة داز بحال أي ليلة بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لهذا المطعم ما كانتش ليلة عادية. مطعم صغير في وسط الحومة بمدينة فاس، ريحة الزيت المقلي معطعطة من الباب، وصوت 12 كيتزادحوا مع الغوات والهضرة ديال الكليان. الخدمة كتيرة تبارك الله، وكاع الناس اللي خدامة تما ما عالم بها غير الله، حيت الضغط والستريس بزاف. ما علينا. داخل داك المطعم كان واحد السيد سميتو يوسف، نقي وداخل سوق راسو، خدام على ميمتو، مازال شاب في الثلاثينات من عمرو، صغير ولكن مقوى التماره والضغط ديال الخدمه ولا كيبان كبر من عمرو. كل طابله كتطلب حاجه، كل دقيقه كيعيط لك شي واحد من جهه. كيتسنى يوسف فوقاش غير يكمل نهارو باش يمشي بحالو، حيت كما قال الخدمه كانت كتقهرو. الظروف الغالب الله، هذه هي الدنيا، ضروري من الصبر. واحد شويه التليفون ديال المطعم كيصوني، وحيت يوسف هو اللي كان مكلف بالاستقبال والتوصيل ديال الطلبيات، المهم رد بصوت عادي: الو السلام عليكم، مطعم باب وجلود معاكم. كيقول بلي الصوت اللي جا من الشخص اللي اتصل كان ضعيف شويه، بحال كيهضر وهو بعيد على التليفون. المهم واخا هكاك يوسف كيحاول يسمع شويه، كيسمع بغيت شي حاجه، ولكن شنو بغات مازال ما فهم، حيت الكلام كان كيتقطع وصعيب يتفهم. يوسف شاد ودنيه باش يسمع مزيان، والصداع من وراه كيزيد يضغط عليه. يوسف قال ليها: عاودي راه ما كنسمعكش مزيان. الصوت ديالها رجع مره اخرى لنفس النبره الثقيله، ومن خلال هضرتها كيقول يوسف باللي باينه كانت مرة كبيره في العمر، بغيت الدجاج والروز وشي حاجه اخرى. يوسف سبحان الله خاطرو ما ارتاحش ليها. المهم توصل بالعنوان والطابق اللي ساكنه فيه، غريب، حي قديم جاي حدا المقبره. يوسف بقى غير ساكت، حيت كما قلت لكم حس بشي حاجه ماشي تال تما، ولكن الخدمه ما كتخليش ليك المجال فاش تفكر. المهم رد عليها: غادي نوصلها ليك من بعد ما توجد. سولاتو بصوت خفيف: في شحال؟ في نص ساعه. وقطعات التليفون مباشره. المهم الطلبيه ديالها وجدات. يوسف خدا الموتور ديالو قصد العنوان ديال السيده، كيقول بلي الطريق العنوان كان طويل والليل زاد طولو، وكل ما كيقرب لذاك الحي الزنقه اللي كيدخل ليها كيحس بحال الا كتنقص الدكتور وكتر. البني اللي قدامه كبير وهادئ، وحتى السراج ما فيهم حتى حركه، جا هاد الهدوء ماشي طبيعي. المهم وصل العنوان ودخل ديك العماره اللي كتبان قديمه، وكون ماشي السيده اللي عطاتو العنوان باللي ساكنه تما كان غيقول بلي هاد العماره مهجوره وما فيها حتى شي واحد. هي هذيك. طلع وصل الباب، دق المره الاولى وحتى حد ما رد عليه، دق المره الثانيه بالجهد: السلام عليكم، الطلبيه ديالكم. في الاخر سمع شي صوت من الداخل تحرك، كان صوت بحال الا شي واحد كيتمشى غير بشويه، وكيقول باللي بان ليا بحال الا شي واحد كيتجر في الارض. حتى لهنا راه مازال ما دخلوش الوسواس وكيتعامل عادي. شويه الباب تحل، ما تفتحش كامل، غير شق صغير. غتخرج يد من جنب الباب، يد شاده الفلوس ضعيفه وباينه ديال شي مرا كبيره في العمر. المهم يوسف شد الفلوس من عندها، غير هو كيقول واحد اللحظه يدها قاس يدي وكانت بارده بزاف. في نفس اللحظه كيسمع صوت من الداخل: خليها هنا وسير. يعني صافي غير حط الكوموند وسير، ما طلبوش يشوفوا شكون وصل الطلبيه، ما طلبوش يدخل، ما طلبوا حتى حاجه، من غير الجمله اللي سمعتو: حطوه هنا وسير. الباب تسد، يوسف ما فهم والو، خلصاتني وسدات الباب، حتى الطلبيه ما شداتهاش بيديها، قالت لي حطها هنا وسير. تما دخلوا الوسواس وقلبو بدا كيضرب بالزربه، ولكن الخدمه كتدفعك تمشي ما عندك ما دير. رجع للمطعم فاش خدام ونسى الموضوع. المهم خدمه سالات داك الليله. المدير خرج باش يخلص الناس اللي خدامين معاه، الناس سربايه وصحاب التوصيل بحال يوسف كيتخلصوا بالنهار، واصحاب الكوزينه عندهم خلصه شهريه. المهم خرج المدير ديالهم وجو بحال مغوبش وقال لهم: كاين شي حد هنا كينقص الفلوس. كلشي سكت، راكم عارفين بنادم خدام على راسو ما غاديش يبغي يخسر السمعه ديالو ولا بلاصتو. يوسف هز عينيه، القلب ديالو بدا كيضرب بالزربه عاود، وخاف لا يكون هو اللي غلط. هي هذيك. المدير شاف كل واحد منهم الطلبيات اللي وصل باش يعرف شكون اللي دار هاد الفعله. اي حاجه كتخرج معاها الورقه ديالها. شويه شاف يوسف وقال ليه: هذا الكوموند فيه 350 درهم، فين هو؟ قال ليه: كلشي محطوط في لاكاست. الاشكال هو انه منين رجع الكاميرات فعلا داكشي اللي عليه دارو، حط الفلوس، غير هو كانت ناقصه. منين قلب ديال من هاد 350 اللي ناقصه لقاها الطلبيه ديال ديك المراه الكبيره في العمر، حيت يوسف قديم معاهم وما مولفش عليه هاد الفعايل. المدير دار عين ميكا وما بغاش يزرب حتى يزيد يتاكد واش يوسف ولاو فيه فعلا هاد الفعايل. يوسف للاسف ما كانش عنده حتى دليل يدافع به على راسو، بقى غير ساكت.
داز ديك الليله والليله اللي بعدها تليفون كيصوني مره اخرى. شكون؟ نفس الصوت ديال ديك المراه. يوسف ما بقاش باغي يمشي لعندها حيت ديك السيده صراحه دخلت ليه الوسواس. المهم هاد المره فاش رد عليها الصوت كان قريب بزاف، ماشي بعيد بحال المره الاولى، نفس الطلب نفس الماكله نفس العنوان، ولكن هاد المره قبل ما تقطع بقات ساكته بحال كتصنت. الحاجه الغريبه ان المدير كان كيتصنت عليه، حيت كما قلت لكم المدير واخا دوزها ليوسف بقى حاط عليه عينه حتى يتاكد. المهم سمع المكالمه كامله وعرف من يوسف ان هذه السيده ديال البارح اللي طلبات كوموند ب 350 درهم، وهو نفس المبلغ اللي كان ناقص من لاكاست. العجيب ان المدير قال ليه انا غادي نمشي هاد المره. يوسف بغى يهضر ولكن داك المدير كان مصر انه هو اللي يمشي ويتاكد واش هاد المره فعلا كتخلص ولا لا. المدير خرج غادي وما مرتاحش، كل ما كيقرب من العنوان سكات كيزيد، كيقول باللي شي كلاب كانوا تابعينه وكينبحوا، وغي وصلوا لديك المنطقه اللي فيها ديك السيده واللي فيها ديك العماره بالضبط كل شيء سكت، شي حاجه كانت ماشي هي هذيك. المهم وصل، طلع للطابق، نفس الباب ونفس الرقم، دق الباب ما كاينش رد عاوتاني، دق المره الثانيه طلبيه ديالكم الله يخليك. سمع شي صوت جاي من الداخل ضعيف وبعيد، كيقول باللي الصوت بحال كيترعد واخا ما كانش واضح، ولكن انا كنت مركز فيه مزيان. شويه كيشوف الباب تفتح، نفس اليد كتخرج من الجنب، نفس الحركه، اليد كانت ديال ديك السيده وخرجات ليه الفلوس. المدير شدهم ولكن حس بشي حاجه غريبه، هذوك الفلوس ما كانتش عاديه، بحال الا قديمه يعني من مده طويله. المهم خدا الفلوس وفاش مد ليها الطلبيه سمع نفس الجمله خليها وسير. داكشي اللي دار خلى الطلبيه ورجع بحاله، وفي طريق الرجوع المدير بدا كيعاود داك المشهد في عقله، اليد والصوت، حس بشي حاجه ماشي تليه، حيت فعلا موقف اللي يقدر اي واحد يستغرب منه. وهادشي اللي غادي يوقع من بعد خلى الحمو يشوك وراسو يوقف. انا براسي صراحه الحمي تشوك منين سمعت هاد الاحداث اللي اقل حاجه نقدر نقول عليها سحر او شعوذه. وصل المدير ودخل المطعم، مشى مباشره لاكاست، فتح بغى يحط داك المبلغ اللي في جيبه، كيتفاجئ انه كيلقى غير التراب. كما سمعتي كيلقى غير التراب في جيبه. فين هما دوك الفلوس؟ واش تبخروا الله اعلم، تقدروا تسميوه سماوي او سحر، ولكن راه شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل. بقى واقف مصدوم وكيقول مع راسو هادشي راه ماشي طبيعي، راه باين ماشي طبيعي. من بعد هاد الاحداث اللي كنسميهم انا صراحه غير المقدمه ديال الرعب اللي كاينين في هاد القصه، هنا الرعب الحقيقي غادي يبدا. ركزوا معايا باش تفهموا، الحكم في الاخير غادي يبقى لكم نتوما اللي كتسمعوني. يوسف كيقول في ديك الليله بديت كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، الدنيا دايره بيا والدوخه، وكنحس بواحد الرعده ماشي طبيعيه. الليل بدا كيطيح اكثر واكثر. كيقول باللي ديك الليله حتى من الناس اللي كانوا كيجيو كل ليله كانوا قلال بزاف داك النهار، الرشطو ولا الجو ديالو مغير ومخنوق. المهم شي حاجه مبدله. عوام وانا خدام هنا وليت كنعرف الصغيره والكبيره. شويه التليفون كيصوني، يوسف شاف التليفون لقاها نفس ديك النمره ديال المراه، ما بغاش يرد حيت حس بلي ديك السيده ماشي نورمال. من بعد كاع هادشي اللي وقع عادي انه يخاف على راسو، خلى حتى سكتو شويه، عاود التليفون كيصوني مره اخرى، ولكن هاد المره الثانيه ما كانش بحال قبل. كيفاش ما كانش بحال قبل فارون؟ ياك صونيت صونيت، ولكن هاد المره نفس الصوت صونيت ولكن ماشي من نفس التليفون، ولكن هاد المره نفس الصوت صونيت ولكن ماشي من نفس التليفون. الصوت ديال الصونيت كان ناقص، بحال الا جاي من شي بلاصه بعيده شويه. يوسف ما عرفش الصوت منين جاي، بقى غير ساكت حتى سمع الو حداه. من بعد ما بقى كيسمع والو، عرف بلي صونيت في التليفون الاخر ديال الريستو، ماشي به كانوا كيخدموا ولكن كان تما وصافي. من بعد ما سمع الو ما بقى سمع والو غير سكات. هاد السكات ما كانش عادي، الخدايز وهو الو بحال الشخص اللي صونع عليه كيسمع ولكن ما باغيش يجاوب. وفي واحد اللحظه كيسمع واحد الصوت، شكون في نظركم؟ نفس المراه الكبيره اللي كتطلب لهم نفس الطلبيه يوميا، ولكن هاد المره الصوت ما كانش ضعيف بحال ديما، كان واضح بزاف وقريب. يوسف لدرجه انه كيسمع حدا ودنيه، مستحيل يكون هاد الصوت في التليفون. نفس الطلب وعلى نفس العنوان. الابيل كان باقي دايز. يوسف كيقول بلي كان كيسمع شي واحد كيتنفس وفي نفس الوقت شي واحد بحال كيقطع النفس، ومن بعد قطع الخط. طبعا يوسف مشى قال وعاود المدير ديالو شنو كاين، لانه ولا كيحس بلي هاد الانسانه ماشي عاديه. وبما ان المدير بيدو كان وقع عليه بلان مع السيده، فاش لقى الفلوس اللي خدا من عندها رجعوا تراب، سولو شنو قالت لك هاد السيده. يوسف كان باقي كيستوعب واش الصوت اللي سمع كان حقيقي ولا لا. قال له هي نفس المراه ولكن الصوت جاني مبدل. المدير بقى ساكت ومن بعد قال ليه انا غنعاود نمشي نشوف شكون هاد الانسانه اللي كتنصب علينا، خاصني نجيب شي دليل باش نديكلاري بها. المدير خرج مره اخرى، ولكن هاد المره ما كانش بحال قبل، حيت الطريق اللي مشى فيها من قبل ولا كيبان طويل، كل شارع كيدوز منه كيبان ليه بحال كيتعاود، ما فهم والو. فاش وصل ديك الزنقه نفس الاضواء ونفس كل شيء، ولكن كاين حاجه ناقصه تما، الناس. تخيلوا ما كان حتى واحد ولا صوت واحد ديال الحياه، مع العلم كان مازال الحال تقريبا 10 ونص ديال الليل. وصل لنفس العماره، ولكن هاد المره الباب ديال المدخل كان محلول شويه، ماشي بحال قبل، بحال شي واحد كان كيتسناه. طلع في الدروج ديال العماره،
وكل درجه كان كيصدم عليها كان كيحس بالبروده كتطلع معاه، ما نعرف منين الله اعلم. كيقول بلي حتى يديه ولات بارده بلا سبب. وصل الباب ديال السيده، وقف هاد المره ما دقش الباب، بقى غير كيشوف ويفكر واش يدق ولا لا. من بعد واحد شويه دق مره واحده حتى كيشوف الباب كيتحل غير بشويه. الغريب في الامر هاد المره ما كانتش غير يدو صافي، كان واحد الجزء من الوجه باين، ولكن الظلام في ديك الدار كان مغطي على الملامح. شد الفلوس وسمع الجمله الشهيره خليها هنا وسير. ولكن المدير هاد المره ما تحركش، قال لي انا جيت نشوف شكون انتي. سكات طول حتى حد ما رد عليه، ومن بعد عاود عيط وبدا يدق بالجهد حتى كيتفاجئ انه كيسمع الصوت مره اخرى من الداخل. غير هي هاد المره كان مختلفوا بزاف، بحال بزاف ديال الناس كيهضروا مره واحده. حنا ما طلبناش واحد، طلبنا جوج. حنا ما طلبناش واحد، طلبنا جوج. المدير حس بشي حاجه ماشي طبيعيه، رجع خطوه للور حيت تخلع من بعد ما سمع داك الصوت. الباب تحل ومن الداخل بانت اليد مره اخرى، ولكن هاد المره ما كانتش يد وحده، كانوا زوج يدين وجوج كيطلبوا نفس الحاجه. يعني باش نحطكم في الصوره، زوج ديال الناس كيطلبوا مثلا دجاج وبيتزا في نفس الوقت، كيقولوا نفس الجمله، هو غير كيسمع حتى حاجه ما كتبان ليه. في واحد اللحظه خرجت يد مدات ليه الفلوس. المدير شد الفلوس في يده، كيقول بلي يديه بدات كترعد حيت الفلوس اللي شافها ما كانتش هي نفس الفلوس اللي مولف يشدها، كانت قديمه وفازقه وكتبان فيها بحال الا داز من يد اليد بزاف ديال المرات. المدير هرب ضربها بجريه وحده حيت كان في الاول كيسحاب ليه شي واحد كينصب عليهم. طلع داكشي شي حاجه فوق الخيال ديالو، نزل من الدروج بالزربه ما عاودش دار موراه. كيقول باللي كل ما كيهبط في الدروج كيحس بحال الا العماره كتطول اكثر واكثر، كيعاود يلقى راسو في نفس الطابق وحده نفس الباب ديال ديك السيده. تخيل معايا انت تكون في ذاك الموقف، شنو كانت غتكون ردة الفعل ديالك بصراحه؟ المهم في واحد اللحظه حتى بدا يشك واش مازال طالع ولا هابط. المهم من بعد ما خرج اخيرا للزنقه كيتفاجئ بواحد الحاجه، كيلقى راسو قدام الشارع فين كاين المطعم، نفس المطعم ونفس الضواو ونفس الباب، بحال الا ما تحركش اصلا. وفي نفس الليله داخل المطعم يوسف اللي كان كيتسنى التليفون يصوني باش يعرف شنو دار المدير مع ديك السيده، ولكن والو، التليفون مازال ما صونا. وهو كيتسنى في وسط السكات كيسمع صوت خفيف كيدور حداه بحال الا شي حد كيهضر من الكوزينه. فاش قرب لقى التليفون مشعول والابيل دايز. الغريب في الامر ان حتى واحد ما جاوب. كيفاش التليفون جاوب راسو؟ شويه كيسمع من وسط التليفون وصلوا الطلب دابا راه حنا كنتسناو، وصلوا الطلب دابا راه حنا كنتسناو. كيقول بلي واحد سكات داير في الريستو ماشي من عادته. يوسف بقى واقف حدا التليفون ولكن ما بقى حتى صوت من بعد ديك الجمله، حتى الساعه في الحيط اللي كانت كدور بحال وقفات في ديك اللحظه. حاولت نثبت راسي ونقنع راسي باللي غير صدفه وهذا الشيء راه عادي، اللي هو الداخل ولا بارد بزاف بلا سبب. انا ما بقيت فاهم والو صراحه. بيني وبينكم نقدر ندوز اي حاجه، ولكن هذا الشيء اللي غادي يوقع من بعد هذه اللحظه ما يقدرش يدخل الراس ديال حتى شي واحد، لدرجه وليت كنشك في راسي ياك ما كليت ولا وكلوني شي حاجه خلاتني نولي نهترف. هذا الموقف ما تتمناه لحتى شي واحد. التليفون صونا مره اخرى، ولكن هذه المره الصوني جا من الداخل ماشي من التليفون. كيفاش؟ كما كتسمعوا الصوني جا من الداخل، يعني الصوت ديال الرنه كيسمعها في الكوزينه. تخيلوا معايا كيسمع الصوت ديال ديك المراه في الكوزينه بحال واقفه حداه وما كيشوفهاش كتقول ليه وصلوا الطلب راه حنا كنتسناو. هادشي كيدخل الوسواس صراحه. والمصيبه الكبيره هي اللي غادي توقع من بعد ما غيجي داك المدير للمطعم وغيدخل وغيلقى يوسف واقف وما كيتحركش. قال لي مالك يوسف ياك لاباس؟ واش شفتي شي حاجه ولا؟ جاوبو يوسف قال ليه كنسمع الصوت ديال ديك المراه من الداخل. المدير تبورش ما بقى عارف ما يدير، هرب منها اللي هي لقاها تابعاه لهنا. وليني وحلاوش من وحلا هادي، وهما مازال كيهضروا كيسمعوا شي تقرقيف في الكوزينه وبالضبط البلاصه فين كاينه السلعه. تبعوا داك الصوت منين جاي وهما يقربوا حتى بدات كتطلع معاهم واحد الريحه اعزكم الله خايبه. الريحه بحال شي حاجه بقات محبوسه لمده طويله بزاف. شعلوا البيل وضواو في ديك البلاصه بالضبط، ولكن داكشي اللي شافوه تما خوا ليهم الماء في الركابي. شي حاجه ما كتدخلش للعقل. يوسف كيقول باللي حسيت بالدم في ديك اللحظه تقال عليا. في وسط ديك البلاصه اللي فيها السلعه نفس الطلبيات نفس الماكله اللي كانت كطلبهم ديك السيده محطوطه بارده وريحتها خانزه بحال عمرهم تقاسوا من نهار خرجوا من الفران. ما كانش غير هادشي، لقاو حتى شي فلوس موجوده فوق واحد الطابله كانت تما مزلعه ومكتوب عليها شي عبارات غريبه بحال شي رموز قديمه ما عرفوا باش تبلاو. شي كيشوف شي، واش هذا سحر ولا طلامس ولا شاد العجب. وفي نفس الوقت وهما مازال كيهضروا الضو طفى عليهم في الكوزينه. وسط الظلام كان شويه ديال الضو وهما واقفين تما كيسمعوا الصوت ديال الخطوات كيتحركوا. كيقول يوسف باللي بزاف ديال الخطوات، يعني ماشي غير واحد، كانوا بزاف بحال الا كاينين الناس كيتمشاو بجنابهم ولكن ما كيبانوش ليهم. انا كنعاود هاد القصه وتبورش، فما بالكم هما اللي عاشوا هاد اللحظه. الله يحفظه صافي.
حسب ليكم سالات هنا مازال ما سالاتش. في وسط الظلام كيسمعوا صوت، وهذا الصوت ما غريبش عليهم. عرفتوا شكون؟ الصوت ديال ديك المراه عاوتاني بانت على حقيقتها اخيرا. ما كانوش بشر، ولكن هاد المره الصوت كان واضح بزاف وقريب منهم. كيسمعوا جمله وحده: حنا كنا هنا قبل منكم، حنا كنا هنا قبل منكم. المدير رجع اللور بالزربه، بغى يعطيها بجريه، ولكن صحاب المكان عارفين اش كيديروا. كيتصدم حتى كيلقى الباب ديال الكوزينه مسدود، ما بغاش يتحل. يوسف ما خلاه ما دار، كيضرب الباب بكاع الجهد اللي عنده، والو. بقاو كيغوتوا حل ولكن ما كاينش اللي كيرد عليهم. كاين صوت واحد من الداخل كيعاود نفس الجمله: وصلوا الطلب ديالنا راه حنا كنتسناوكم. المطعم من برا كان عادي، الناس كيدوزوا بخير، ولكن الداخل سكات تقول ما كايناش الحياه. من بعد اكثر من ساعه وهما كيتسناو، الباب كيتحل اخيرا. يوسف والمدير مشاو للبوليس، حطوا البلاغ ديالهم وعاودوا للبوليس كاع الحوايج اللي وقعات معاهم. البوليس طبعا كيعتمدوا على الادله الملموسه. الشرطه دارت خدمتها ومشات للعنوان ديال ديك السيده. طلعوا للعماره وفاش وصلوا للباب بداو كيدقوا، والو. فاضطروا انهم يقتحموا الدار. هنا كانت المفاجاه الكبيره، فاش فتحوا الباب كيشموا ريحه خانزه بزاف، وفاش دخلوا قلبوا ديك البلاصه كيلقاو 4 ديال الجثات. كما كتسمع، لقاو 4 ديال الجثات في ديك الدار. مرا كبيره في السن و3 ديال الناس ما تذكراتش الهويه ديالهم، غالبا غيكونوا عائله وحده. الصدمه الكبيره هي ان الشرطه طبعا غتفتح تحقيق مع يوسف وسعيد اللي هو المدير. كيفاش نتوما كنتو كتجيو لهاد الدار وقلتو كتوصلوا طلبيات وهاد الناس ميتين لكثر من اسبوع؟ يعني عندكم يد في هاد القضيه. يوسف والمدير تشدوا في الحبس اكثر من اسبوع حتى تبان الحقيقه. المهم فاش داروا تشريح الجثه لقاو ان السبب الوفاه ديالهم كان هو الغاز ديال البوطه. الله ينجيكم. فاش يوسف والمدير عرفوا بهذا الخبر راسهم حبس، انا وراسي حبس صراحه. تخيل معايا ناس في ديك الدار كيطلبوا الماكله وهما اصلا ميتين، هذه اكثر من اسبوع. الى الجثث ماتوا قبل من اسبوع، شكون كان كيتصل بالمطعم؟ وشكون كان كيحل الباب؟ وشكون اللي كان كيعطيهم الفلوس؟ هاد القصه ديال يوسف ولات متداوله بين الناس، والناس تقاسموا لجوج ديال الفئات. كاين اللي كيقول الارواح ديال ديك الدار بقاو عالقين وكيعاودوا نفس الروتين وكيطلبوا نفس الماكله، والتفسير الثاني ان شي جن او شي كيان غير مرئي كان كينتحل الصوت ديال المراه. وانتم في نظركم شنو هو التفسير ديالكم؟ هنا اعزائي المستمعين غتكون القصه ديالنا سالات. نتمنى تعطيوني الراي ديالكم في القصه، ونتمنى تكونوا استمتعتوا وخديتوا عبره. المهم هذا الرقم ديال الواتساب ديالي، وهذا الانستغرام الخاص بيا. اللي عنده شي قصه وبغى يشاركها مع الناس مرحبا. ما تنساوش المتابعه باش يوصلكم اي جديد غادي نحطوه في القناه، وشي لايك تحفيز لينا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه.